وتذكروا أن كل ما ستسمعونه مني هو على ذمة الراوي. أهلا بكم يا أصدقائي على ذمة الراوي. يحكى أن رجلا دخل إلى مملكة وصار يصيح في شوارعها: أنا سياسي أحل المشاكل وأصالح بين المتخاصمين. فوصل هذا الخبر إلى الملك فطلبه إلى مجلسه وقال له: سمعت أنك سائسا تربي الخيول. فقال له: يا سيدي، أنا رجل سياسي أحل المشاكل بين المتخاصمين، وليست مهنتي ولا حرفتي ولا خبرتي تربية الخيول والعناية بها. فقال له الملك: سوف تربي خيلي وتعتني بها وإلا قتلتك. فقبل الرجل مرغما، وأمر الملك للرجل بوجبتين: أرز وحساء في الغداء والعشاء. وباشر الرجل بمهمته في تربية الفرس. وبعد أسبوع هرب الرجل، فقبض عليه حرس الملك وقدموه للملك وقال له: ويحك، ما الذي رأيته من فرسنا حتى تركتها وهربت؟ فقال له: يا سيدي الملك، سوف أخبرك بعيب فرسك، ولكن امنحني الأمان أولا. فقال له: لك الأمان، قل ما عندك. فقال له: يا سيدي، هذه فرس أصيلة ولكنها لم ترضع من حليب أمها. فغضب الملك وزج به بالسجن وجلب السائس السابق وقال له: من أين رضعت فرسي وإلا قتلتك؟ فقال له: يا سيدي، عندما ولدت فرسك ماتت أمها، ولم أجد حليبا لكي أرضعها سوى من بقرة كانت في الحظيرة، وخفت من بطشك ولم أخبرك بذلك. فأمر الملك بإحضار الرجل من السجن وسأله: ويحك، كيف عرفت بأصل فرسي؟ فقال له: يا سيدي، الفرس الأصيلة لا تحني رأسها وتطأطئ رأسها لكي تبحث عن الكلأ والماء والعشب، وإنما يحضر إليها وهي رافعة رأسها، وفرسك كانت تطأطئ رأسها على الأرض، فعلمت أنها ليست أصيلة. أعجب الملك بفراسة وذكاء الرجل، وأمر بتعيينه مستشارا لزوجته الملكة، وأمر أيضا بتزويد طعامه دجاجتين في الغداء وفي العشاء. ولكن الرجل رفض، فأصر الملك وهدده بالحبس إن لم يوافق، فوافق، وبقي أسبوعا تقريبا في خدمة زوجة الملك وهرب بعدها. فلحق به الحرس وجلبوه إلى الملك فقال له: ويحك، ماذا رأيت من زوجتنا حتى تركتها وهربت؟ فقال له: يا سيدي، أعطني الأمان لكي أخبرك. فقال: لك الأمان، أخبرني. فقال له الرجل: يا سيدي الملك، زوجتك ملكة ولكنها ليست من صلب الملوك. فغضب الملك ووضعه في السجن، وسافر إلى حماه في المملكة المجاورة، واستفرد به ووضع سيفا على رأسه وقال له: أخبرني بحقيقة ابنتك. فاعترف حماه وقال: بالفعل هي ليست ابنتي من صلبي، كان لدي ابنة عمرها عامان وتوفيت وهي صغيرة، وكنت قد اتفقت مع أبيك على تزويجها لك، فعندما ماتت تبنيت ابنة من الغجر وزوجتها لك على أنها ابنتي. فعاد الملك إلى مملكته وأمر بإحضار الرجل وقال: ويحك يا رجل، كيف علمت بسر خطير كهذا؟ فقال له: يا سيدي، من المعروف عن الغجر أنهم كثيرو الغمز في الكلام، وزوجتك كانت تغمز كثيرا عندما تتحدث. فزاد أيضا إعجاب الملك بالرجل، وأمر بتزويد طعامه خروفين في الغداء وفي العشاء، وأمره بأن يكون خادما لأمه الملكة. فرفض الرجل ذلك فهدده الملك بالقتل، فقبل مرغما. وبعد أسبوع من خدمته للملكة هرب من القصر، فلحق به حراس القصر وجلبوه إلى الملك وقال: ماذا رأيت من أمنا حتى هربت أيها الرجل؟ قال: يا سيدي، امنحني الأمان لكي أخبرك، فإنه سر خطير. فقال له: لك الأمان. فقال له: يا سيدي الملك، أنت لست ابن والدك. وغضب الملك وكاد أن يقتله، ومن ثم زج به في السجن، وذهب إلى أمه واستفرد بها وبدأ بالتحقيق معها. وبعد الضغط عليها اعترفت له وقالت: كان أبوك الملك عقيما، ورغم ذلك كان يتزوج كل 9 أشهر أو كل سنة بنتا من بنات المملكة، وعندما لا تنجب له طفلا كان يقتلها، فخفت من أن يقتلني عندما تزوجني، فاضطررت إلى معاشرة طباخ القصر فأنجبتك. فعاد الملك وطلب الرجل وقال له: تبا لك يا رجل، كيف عرفت سرا خطيرا كهذا؟ قال له: يا سيدي الملك، أنت كنت تكافئني في كل مرة تعجب بي بتزويد طعامي في الغداء والعشاء، والمعروف أن الملوك لا يكافئون بالطعام، بل الطباخون وأبناؤهم هم من يكافئون بالطعام. إذن يا أعزائي، هي قصة طريفة تحكي لنا أصل مقولة العرق دساس ولسابع جد. وهناك أيضا رسالة مهمة أريد أن أوصلها من هذه القصة لحكام هذه الأيام وللملوك الذين يضعون حولهم المناصب من المتملقين ومن الأقرباء ومن الأولياء لهم. الأحرى بكم أن تضعوا الرجال المناسبين في المكان المناسب، وأن يكونوا في خدمة شعوبكم بالدرجة الأولى لضمان استمراركم.
هذه قصتي، أتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم، وسنلتقي في قصص مقبلة. إلى اللقاء.